ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. بصراحة مش عارفة اسميه عنوان الفيديو ايه، فلسه هنشوف. anyway كتبت كام نوت كده، هبص عليهم وانا بتكلم في الفيديو. وعذرا لو صوتي تعبان شوية، شكلي داخلة على دور برد، فادعولي. عشان ما نضيعش وقت كتير، هاتوا معاكم حاجة تشربوها ويلا بينا عشان نبدأ الفيديو، عشان موضوع النهاردة مهم جدا مشوفتش حد اتكلم فيه، وحابة أشارك معاكم أفكاري. ممكن حاجات عشوائية تحصل، فاستحملوني معلش. يلا بينا نبدأ نتكلم جد شوية. كنت قاعدة مع نفسي بفكر وبراجع مواقف كتير في حياتي حصلت وتجارب. لقيت ليه التجارب أو المواقف ديت بيكون مش عارف إن هو هيوصل للي هيكون عليه دلوقتي. قعدت كده أفكر مع الأسباب، فحابة أشارككم استنتاجاتي. أول حاجة، في اللحظة ديت احنا بنكون حاسين ان احنا شاكين في نفسنا، ما عندناش ايمان بقدراتنا. بنكون تايهين بسبب ان الرؤية مش واضحة والرؤية ضبابية، لان في اللحظة ديت احنا مش بنشوف غير السلبيات. يعني جربوا كده تبصوا لنفسكم من كام سنة وقارنوها بدلوقتي. هل انتوا نفس الشخص، نفس التفكير، نفس المحيط اللي حواليكم؟ اكيد فرق كبير جدا اتغير. احنا وقتها بنكون ماشيين للمجهول، احنا مش عارفين ايه هيقابلنا، احنا هنوصل لحاجة. صدقوني لو الرؤية كانت واضحة ما كنتوش هتوصلوا للي انتوا فيه دلوقتي. لو الرؤية كانت واضحة وعارفين انتوا ماشيين هتوصلوا لايه، ما كانش في حاجة هتكون اسمها سعي موجودة. كنتوا هتبقوا قاعدين مكانكم، محدش فيكم هيتحرك. هي ديت اللغز اللي في الرحلة. فهو الصراحة كان لازم تمروا بنفس الحاجات اللي انتوا مريتوا بيها، لان احيانا الألم هو اللي بيحركنا، الشعور هو اللي بيحركنا. فمكناش هنتعلم غير بكده. لكم مفاجأة اكتشفتها، ان انتوا مش هتعرفوا الشخص اللي هتصبحوا عليه او هتدركوا قيمتكم الحقيقية غير لما توصلوا وتبقوا هناك. مفاجأة مش كده؟ بتعرفوا الحاجة ديت في وقتها، في ميعادها، لما تكونوا خلاص وصلت لها بتعرفي وقتها. قبلها ما بيكونش بقى في مؤشرات ولا في اي حاجة تدل ان انتي مثلا هتتعافي من موقف، هتبقي ناجحة. الظروف ممكن تتغير، مش هيبقى في مؤشر لكده. مش هيبقى في مؤشر ان انتي هتوصلي للحاجة اللي انتي عايزة توصلي لها او لأحلامك. مش هيبقى في مؤشر، ان كل خطوة بتسلم اللي بعدها. فانت عمركم ما هتعرفوا انتوا هتوصلوا لايه غير لما تكونوا هناك وصلتوا خلاص. لما تكونوا هناك وصلتوا هتدركوا بقى كل الحاجات دي حصلت ليه وايه الحكمة فيها، هتكتشفوا ان كان لازم تمر بكل ده، لان مش هتوصلوا للحاجة دي غير لما تمر بكل السلسلة دي اللي انتوا مريتوا بيها، عشان لما توصلوا لها ما تضيعش منكم. تعرفوا ازاي تحافظوا عليها، تعرفوا انتوا تخطيتوا ايه عشان توصلوا لها. فمش هيكون عندكم استعداد انكم تمروا بنفس الحاجة تاني عشان تقدروا تحافظوا عليها. وزي ما انا ما قلت، ان قبل التغيير اللي بيحصل في حياتكم انتوا قبلها بتكونوا مش عارفين ايه اللي هيحصل، بل وبالعكس ان انتوا ممكن تكونوا في الفترة ديت حياتكم بايظة من كل الاتجاهات، ما تعرفوش ايه مستنيكم. بس في وسط كل الزحمة والدوشة دي كلها في صوت داخلي بيقول ان لسه في امل. تيجوا تبصوا كده في حياتكم، امل ايه؟ هوصل لايه؟ مفيش اي مؤشر، مفيش اي مؤشر، كل حاجة بايظة حواليا، بس الصوت ده جواكم. فزي ما قلت هشبه الصوت الداخلي او الحلم ده بالضوء، انتي بس لوحدك اللي شايفاها. تيجي تتكلمي عن الضوء ده للي حواليكي او توصفي لهم انتي شايفة ايه او ان انتي هتوصلي لايه، كلهم بيبصولك باستغراب. طبعا هما مش شايفين الحاجات اللي انتي بتحكيها دي، هما شايفين الواقع اللي انتي فيه، هما شايفين ان مفيش اي مؤشر تدل ان انتي ممكن توصلي لحاجة زي كده اصلا، لان الضوء ده محدش شايفه كده غيرك انتي. الضوء ده خاص بيكي انتي، محدش عارف تفاصيله بكل اللي فيه غيرك، محدش شايفه غيرك انتي. هما مش شايفين ده. انا عشان مش شايفين ده، فما تيجي تحكي عن الحاجة دي، لا مالك انتي كويسة، طب ماشي ربنا يسهل. فطبعا الناس اللي واعية بتسمع للضوء ده وما بتسمعش اللي حواليها. بيحصل هنا ان انتي بتسمعي لنفسك، بتفضلي ماشية بعيدا بقى عن كل الدوشة والزحمة والكركبة اللي في طريقك، او انتي ماشية ومصدقة الضوء
او الحلم ده، ومع كل خطوة بتاخديها انتي بيحصل تغيرات في حياتك، بتتقدمي خطوة لقدام، ومع برضو كل خطوة انتي بتاخديها بيحصل حاجات كده في حياتك، تيجي تبصي كده تلتفتي بتلاقي ان في حاجات بتتبني، حاجات بتقع، ناس تدخل ناس تخرج. بعد فترة حلوة بتبدأي تلمسي التغيير ده في شخصيتك، في دايرتك، في محيطك، فبيديلك ثقة اكبر ان انتي تمشي خطوات زيادة وبتمشي اسرع، بتتحركي بطريقة مرنة اكتر. وطبعا خلال الطريق اللي انت بتمشي ده انت بتتعرضي لاختبارات، طبعا بتتعرضي لاختبارات بتثقل شخصيتك. هسمي العملية ديت بعملية تهيئة للحاجة اللي انت هتوصلي لها. انت بتتهيئي للمكان اللي انت هتوصلي له عشان اولا تستحقيه، ثانيا لما توصلي تعرفي تحافظي عليه ما يضيعش منك بسبب طريقة تفكيرك. الاختبارات ديت ما بتكونش سهلة، بتكون مؤلمة وصعبة، وطبعا الاختبارات ديت بتيجي عشان تهذبنا، بتخلي عندنا صبر، بتخلي عندنا حكمة، بتخلي عندنا هدوء ان الدنيا تصغر في عينينا. وكل واحد بيعدي الاختبار ده على حسب درجة وعيه، كل ما كان الوعي كبير كل ما كان تخطيكي ليها أسرع. من كتر الاختبارات هتبقي مرنة، هتفهمي ان الموقف ده جه عشان يعلمني كذا، فهتتعلمي بطريقة أسرع من التانية. وخدوا بالكم برضو في ناس بتقاوم الفكرة أو بتقاوم الدرس أو بتقاوم التغيير اللي بيحصل، فده بياخد معاهم وقت. طلعت شوية برا الموضوع، بس دي حاجات ممكن تحصل في الطريق اللي انتوا ماشيينه وانتوا مصدقين صوتكم الداخلي. فلو عايزين اتكلم عن الموضوع ده بالتفاصيل اكتبولي تحت في التعليقات واعمل لكم فيديو تاني عليه. نرجع تاني لموضوعنا. الضوء اللي اشعلت جواكم او الصوت الداخلي او الشرارة اتجاه حلم معين او طريق معين او مهنة معينة او حاجة انتوا عايزين توصلوا لها، دي مش صدفة. ما تتجاهلوش الصوت الداخلي ده جواكم، ده حلمكم بينادلكم من هناك ان انتوا تسعوا ليه، اشتغلوا عليه عشان توصلوا. صدقتوا الشرارة ديت ومشيتوا وراها هتوصلوا. طب قاومتوا شوية او شككتوا فيها هتوصلوا، بس هتتأخروا شوية. طب ازاي تعرفوا ان ده هدف حياتكم او الشغلانة المناسبة ليكم؟ لما تكونوا بتعملوا الحاجة ديت وبتقضوا فيها وقت كتير وساعات كتيرة وانتوا مش بتزهقوا منها او مش بتتعبوا او التعب لذيذ فيه، تعملوا الحاجة وانتوا حابينها مش وانتوا مغصوبين انكم تعملوها او مضطرين ان انتوا تعملوه، لان الهدف ده هو اللي هيوديكم في حتة تانية خالص. بقى اللي هو الاحساس ان انتوا بتعملوا حاجة مش مرتاحين ليها، تعملوها بالغصب، فهنا راجعوا نفسكم وراجعوا الحاجة اللي انتوا بتعملوها دي ودوروا جواكم عن الموهبة اللي عندكم، او جربوا كذا مجال، جربوا كذا حاجة لحد ما توصلوا. لان عايزة اقول لكم ان الحاجة دي انتوا مش بتتولدوا بيها، انتوا بتكتشفوها في طريقكم في الحياة، عايزينها. ومفيش وصفة، مفيش حد هيقول لكم انتوا جايين عشان تعملوا كذا كذا كذا، لا دي حاجة انت بس لوحدك اللي بتكتشفها لما تيجي تمشي في الحياة وتدور عليها. فعشان توصلوا للحاجة ديت انتوا لازم تجربوا اكتر من مجال، تجربوا اكتر من حاجة، تدوروا جواكم عشان توصلوا لها اسرع. ولما تعرفوها وتوصلوا لها اسعوا وراها، اسعوا امشوا وراها وما تحطوش وقت ليها، اشتغلوا عليها. ما تقولوش مثلا انا اخري في الوقت الفلاني حصل ما حصلش، لا اسعوا خليكوا وراها. ما تعرفوش انتوا هتوصلوا امتى. عايزه اقول لكم هتوصلوا لها في وقت لا في حساباتكم لا في توقعاتكم، في وقت مش متوقعين ولا عاملين حسابكم عليه. هتضربوا فجأة كده هتلمعوا من غير تخطيط منكم، من غير اي حاجة. كل اللي عليكم ان انتوا بس تسعوا تعملوا كل اللي عليكم وتحطوا جهدكم كله في الحاجة دي وتدوها حقها، تعملوا العمل بإتقان، اتقنوا العمل اللي انتوا بتعملوه وهتضرب معاكم فجأة. فاستمروا في السعي، متعرفوش هتوصلوا امتى. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا أو أشعل شرارة أو ضوء جواكم إن انتوا تراجعوا نفسكم. مش برضو تعرفوني انتوا بتتابعوني منين. لو عجبكم الفيديو استفدتوا منه ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، الحاجة دي بتشجعني ان انا استمر وبعرف منها نوعية الفيديوهات اللي بتحبوها. وبس كده، باي باي.